السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض تانج البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وفي نفس الوقت طبيعية 100%، ومن غير اي اضافات خالص. هتعملي عصير برتقال مركز كده، تحطيه في الفريزر، وقت ما تعوزي تطلعي كده وتحطي بالمعلقة. وزي ما انتوا شايفين مش بيطلع معاكم جمد، بالرغم ان هو بقاله كده يومين في الفريزر. شايفين ده شكله يا جماعة؟ بتطلعيه بيكون كده عامل زي الجيلي. بتحطي بقى على كل كوباية كده معلقة كبيرة، وبتدوبيها، وبعد كده بتصبيها عليها السكر بتاعها وعليها كل حاجة. ولو كنت شفت الطريقة دي قبل كده عند أي حد، لازم تشوف الفيديو بتاع النهاردة، لأن هتلاقي فيه كل جديد. الطريقة الصح يا جماعة، اللي هتطلع معاكي نكهة ولون مميز كده زي ما انت شايفة. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. وأول حاجة معانا النهاردة، معانا كده 2 كيلو من البرتقان. ده برتقان بسرة يا جماعة، وتقدروا تستخدموا أي نوع برتقان انتوا حابينه. وزي ما انتوا شايفين أنا عاملة كده فرشة من فرش الأسنان، شاريها كده لسه جديدة، بستخدمها لتنظيف الخضار، لأن طبعا بتدخل كده جوه المسام، بتنظف أي تراب موجود كده جوه أي حاجة انت حابة تنظفي القشرة بتاعتها. وبعد ما غسلت البرتقان كله كده بالشكل دوت ونضفت المسام بتاعته، وهبتدي بقى اجيب المبشره كده من الناحيه الناعمه، وابتدي بقى ابشر قشر البرتقان الاحمر ده. مش هاخد القشره البيضه، هي القشره الحمراء بس اللي بره. حابه اقول لك ان القشره الحمراء دي لما نخلطها النهارده على البرتقان او العصير المركز اللي احنا هنعمله، هيطلع معاكي بطعم التانج بالظبط. وفي نفس الوقت برضو احنا هنصفي القشره دي بعد كده، يعني برضو مش هتبقى موجوده جوه العلبه اللي هتخزني فيها عصير البرتقان المركز. ودلوقتي هنفهم مع بعض ازاي. همسك بقى البرتقان كله كده اعمله بالشكل دوت، يعني ال2 كيلو برتقان هنعملهم كلهم كده بالشكل دوت. هتاخدي القشره الحمراء وتسيبي القشره البيضاء. شايفين يا دوبك بس باخد الجلده الخفيفه اللي بره دي، لدرجه ان انا برضو سايبه فيها كده لون، يعني مش مخليها كده جايبه القشره البيضاء كمان، لان القشره البيضاء بيكون فيها مراره. ودلوقتي بقى انا هخلص الكميه كلها بالشكل دوت وهرجع لكم تاني. وده كان شكل الكميه كلها اللي طلعت من البرتقان. شايفين حوالي 3 4 معالق كده، بس هيعملوا لنا مفعول جميل كده وخطير. شايفين بس يا دوبك واخده القشره البرتقان اللي بره. عملت الكميه كلها، دلوقتي بقى هركن البرتقان على جنب، وتعالي بقى نشوف هنعمل في بشر البرتقان ايه. معايا كده كيلو من السكر، هفضيه كله كده على بشر البرتقان. وعلى فكرة كيلو السكر مش هيكون كتير خالص، لأن بشر البرتقان ده بيديكي طعم مركز وقوي غير عصير البرتقان كمان. فزودي كمية السكر علشان يطلع معاكي كده معقول، وفي نفس الوقت يجمد معاكي كويس كده ويبقى عامل زي الجيلي. ما ينفعش نخزنه من غير السكر نهائيا، لأن مش هيطلع معاكي بنفس القوام ده، وهيطلع معاكي قطعة تلج كده واحدة. إنما السكر هو اللي بيديله القوام اللي عامل زي الجيلي ده. تقدري تطلعي منه على طول وتغرفي وترجعيه الفريزر تاني، مش بتحتاجي ان انت تفكيه. دلوقتي بعد ما خلطت كده السكر كده مع بشر البرتقان، دعكته كده دعكة حلوة، بحيث ان السكر يتشرب الزيوت واللون اللي موجود في بشر البرتقان. لاحظوا كده السكر كله بقى لونه برتقاني كده، لون بشر البرتقان. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هركن بقى السكر وبشر البرتقان ده على جنب، وهمسك بقى كل برتقانية من دول اقسمها نصين كده، وابتدي بقى احطها كده على العصارة والفها بنفس الشكل ده. حابه تقشريه وتضربيه في شفشق الخلاط، وبعد كده تصفيه زي ما انت حابه. اهم حاجه احنا عايزين الميه اللي موجوده في البرتقان. ولو قشرتيه وضربتيه كده في الخلاط، لازم تتخلصي من القشره البيضه كويس جدا، وبعد كده تضربيه. زي ما انتوا شايفين كده هعصر بقى الكميه كلها بالشكل دوت، وهبتدي بقى اضيفها على السكر وبشر البرتقان اللي احنا عملناه. شايفين دي اول كميه طلعت معايا. هعمل فيها ايه بقى؟ هبتدي بقى اشيل الغطا، وابتدي بقى انزلها على السكر وبشر البرتقان. يبقى كده احنا فهمنا ان كمية البرتقان اللي هنعصرها كلها هنضيفها على بشر البرتقان والسكر. شايفين بالشكل دوت. هدني بقى كل كمية اعملها انزلها كده على السكر وبشر البرتقان لغاية لما اخلص الكمية كلها. ودي كانت اخر كمية معايا يا جماعة. هصبها بقى وابتدي بقى اقلب شوية كده لغاية لما السكر كده يدوب كده بنسبة 50%. طبعا في المرحلة دي انا لو حابة ادوب السكر كله هاخده كده على الخلاط واضربه، السكر كله هيدوب في المرحلة دي. انما انا مش عايزة كده. انما بقى اللي انا عايزاه ان انا ابيت البرتقان دوت كده في التلاجة لمدة ليلة كاملة،
علشان خاطر بشر البرتقان يطلع اللون والطعم بتاعه كده. وبعد كده هنصفيه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. شايفين دلوقتي بقى انا هغطي عليه كده واسيبه ليله كامله كده في التلاجة. يعني انا بالنسبه لي كنت عاملاه بالليل وبعد كده اشتغلت فيه تاني يوم الصبح. وده كان شكل عصير البرتقان تاني يوم. هحس بقى ان السكر كده مركز كده تحت. بس عايزه اقولك بقى بشر البرتقان رمى الطعم كله بتاعه كده في عصير البرتقان وفي نفس الوقت اللون. ده غير ان السكر في المرحله دي بيعمل كده زي العسل بتاع النحل. بيعمل لزوجه كده في عصير البرتقان. واللزوجه دي او التلزيقه هي اللي بتعمل لك نفس القوام بتاع الجيلي بالظبط. يعني تقدري تطلعيه من الفريزر في اي وقت. بيكون عامل زي الجيلي. بتطلعه وتحط على طول. مش بتحتاجي ان انت تفكيه. طيب دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ ضربت بقى العصير ده كده بالسكر بتاعه كده في الخلاط. وهبتدي بقى اصفيه من القشر بتاعه. شايفين؟ هتحسي بقى ان القشره لونها فتح معاكي كده شويه. لان اللون والطعم طلع بقى في العصير. هتلاقي كميه بسيطه خالص كده زي ما انت شايفه. انت بالنسبه لك بقى حابه تعيني شويه البشر دول كده في كيس بلاستيك. وساعه ما تعوزي تعملي كيكه تطلعيهم كده وتضربيهم مع الكيكه. هيكونوا حلوين جدا جدا. دلوقتي بقى هضرب الكميه الباقيه. واصفيها برضو كده بنفس الطريقه. لغايه لما العلبه تتملي معايا بالشكل دوت وبعد كده بقى هدخلها الفريزر. دخليها بقى الفريزر كده لمده ليله كامله مش اقل من ليله كامله. اهم حاجه ان هي تتمسك معايا. بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا بالنسبه لي سبته كده ليلتين في الفريزر لان انا كنت مش محتاجاه دلوقتي. انت تقدري بس اول ما يتمسك معاكي بتطلعي وتحطي منه على طول. وحابه اقول لك على معلومه ان انت لو حابه تستخدميه قبل ما يتماسك وتعملي منه عصير عادي جدا. بس علشان طبعا انت هتفرزيه. هي دي طريقه التفريز بتاعته. بتطلعي بقى العلبه كده من الفريزر وساعه ما تعوزي. بتحطي كده بالمعلقه. شايفين تحس ان هو لازق كده وعامل زي الجيلي. وحابه اقول لك علشان هو مركز هتحطي معلقه كده على كل كوبايه. بشر البرتقان عامل معانا طعمه مركز وقوي جدا جدا. لو جربتيه بالطريقه دي هتكون طريقتك المعتمده ان شاء الله. شايفين لون البرتقان؟ لون قوي جدا جدا. وفي نفس الوقت الطعم جميل. احلى من التانج مليون مره. حاجه طبيعيه كده معموله على ايديكي. وفي نفس الوقت مش مكلفه. 2 كيلو برتقان ما شاء الله عملوا لنا علبه كبيره. تكفي كده لغايه نص رمضان. وطبعا انا عملت معاكم الكركديه او العناب المركز زي بتاع المحلات بالظبط وعملنا برضو السوبيا. لو حابين تبحثوا عنها اكتبوا الحاجه اللي انتوا عايزينها وجنبها اسمي وابحثوا. القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها. اكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.